هارد لك يا إميليانو على الخروج منه. يا عم ما تفكرنيش، الواحد ما صدق اتخطى. طب بالمناسبة دي عايزينك تعمل لنا تشكيلة للهلال تكسب النقطة. يعني انت هتديني اسماء لعيبه معينه وانا هعمل تشكيله بناء على الاسماء دي تاخد النخبه حاليا؟ اوكي يلا بينا. المعيوف ولا بونو ولا العويس؟ انت مديني 3 اسماء هم في البيك بتاعهم خارقين، ولكن هروح مع بونو. لجامي ولا جحفلي ولا البليه؟ البعض واخد خلفيه سلبيه على البليهي بسبب اخر موسم اداه فيه معانا، واللي حصل طبعا واللي كنا شايفينه في فتره جيسوس او اخر موسم لجيسوس مع البليهي، ولكن البليهي في البيك بتاعه لا يقارن. يانج ولا كولي ولا ديجاو؟ لا هروح مع كوليبالي. سعود ولا البريك ولا سلطان الدعاية؟ الاختيار صعب، ولكن هروح مع سعود، دايما بقول سعود لا يعوض. الزولي ولا ياسر الشهراني ولا سير؟ لا هروح مع ياسر الشهراني. كويلار ولا نيفيز ولا سعود كريم؟ ال3 اسماء اقوياء، ولكن مقولة سالم الدوسري مظلوم مع الجيل الحالي للمنتخب السعودي نقدر نطبقها برضو على روبن نيفيز في الجيل الحالي او الموسم الحالي بالنسبة للهلال. روبن نيفيز بالنسبة لي مظلوم وسط السكواد الحالي والإدارة الحالية. كنو ولا سلمان الفرج ولا ناصر الدوسري؟ لا هروح مع القائد سلمان الفرج طبعا. جيوفينكو ولا الشلهوب ولا تياجو نيفيز؟ يا ساتر يا ساتر على الجوه، انت داخل حرب يا ابني ولا ايه؟ لا بالنسبه لل3 دول انا مش هختار واحد منهم، انا عايز الناس هي اللي تختار في الكومنتات مين افضل بالنسبه لل3، او الافضل اللي يكون كصانع لعب او لاعب 10 في التشكيله دي. ميشيل ولا فيتو ولا كاريو؟ لا هروح طبعا مع كاريو، هروح طبعا مع الجناح البيروفي كاريو طبعا بلا اي نقاش. سالم الدوسري ولا بس خلاص بس خلاص، بتفكر ليه اكتر سالم الدوسري ولا سالم الدوسري واي حد تاني؟ سالم، انتهى النقاش في الجيل ده بالتحديد، سالم اكيد. موسى ماريجا ولا ناصر الشمراني ولا جوميز؟ لا هروح مع جوميز، انا بالنسبه لي جوميز افضل مهاجم محترف دخل الدوري السعودي اساسا مش بس الهلال. بالنسبة للمدرب رامون دياز ولا راسفان ولا جيسوس؟ ال3 اسماء اقوى من بعض، واحد جاب لنا البطوله الاسيويه بعد غياب سنين، والتاني عمل رقم قياسي لا يقارن وسجل في تاريخنا كاول فريق عربي او اول فريق في العالم عموما يوصل 34 انتصار متتالي. وبالنسبه للثالث فده جاب لنا الفضيه، فالخيار صعب، ولكن هروح مع رامون دياز.